بتاعت مجلس الاداره. طيب السؤال، هو انت ما خدتش راي الناس ليه؟ وكان لازم تعمل حوار مجتمعي وبتاع. على فكره على القانون ولا على القانون وعلى اللائحه كله؟ على اصل القانون. الاكاديميين زعلانين قوي، بيقولوا كان لازم نكون موجودين في القانون. في القانون ولا في اللائحه؟ لا في القانون. طيب ايه راي حضرتك بقى ان انا عندي على الاقل بدون مبالغه يعني 12 حوار مجتمعي حوالين القانون الرياضي، منهم جلسات حضرها 400، ومنهم جلسات حضرها حاجه و80 رئيس نادي. ده فعليا، وعندي الجلسات ديت موجوده، لان كل الساده الزملاء وزراء الشباب والرياضه اللي قبل كده اللي فكروا يضعوا لوائح وفكروا يضعوا قوانين جمعوا كل الاكاديميين اللي حضرتك بتتكلمي عليهم وخدوا رايهم. وعندي كمان مش كده وبس، ده انا عندي 5 6 مسوده لقانون الرياضه. اعمل تاني برضه، اجيب الناس تاني هم نفس الناس واقول لهم ايه رايكم في قانون الرياضه؟ ممكن، بس انا قلت لها كفايه بقى، انا لا حطيت لائحه ولا حطيت حاجه جديده. انا بقالي 3 سنين وزير رياضه، ما حطيتش لائحه جديده ومشيت على اللائحه القديمه في الجزء ده، لكن كان عندي هدف. كفايه بقى اجتماعات، كفايه حوارات، ركز عشان تطلع قانون الرياضه. اللي اخر قانون الرياضه 3 سنين الا شويه ان انا كانش عندنا برلمان، ان البرلمان اتاجل. البرلمان اول اجتماعاته كانت في يناير 2016، فالقانون صدر في ابريل 2017، يعني خلص صدر في مايو 2017. بذلنا مجهود كبير قوي. لجنه الشباب والرياضه بذلت مجهود كبير جدا معانا، كل الساده النواب بذلوا مجهود كبير جدا. ليه؟ احنا وارثين حاجات بقالها سنوات طويله، عندي تشابك في الحاجات كده، انديه جيش، انديه قوات مسلحه وشرطه، شركات، انديه وزارات، لجان العاملين في الوزارات، شركات، انديه عامه زي الاهلي والزمالك والصيد وهليوبلس، مراكز شباب، كل دول مع بعض في تشابك اعضاء جمعيات. يعني ايه اعضاء جمعيات؟ هو الناس يقول لك هو مال اللجنه الاولمبيه بيا؟ الشكل الاولمبي، الهرم الاولمبي، يعني ايه؟ في انديه تحت او مراكز شباب، دول اعضاء في الجمعيه العموميه بتاعت الكوره، او اعضاء الجمعيه العموميه بتاعت الباسكت، او اعضاء الهاند، دول اللي بيختاروا الاتحادات. تمام. الاتحادات دي بتتجمع مع بعض وتختار اللجنه الاولمبيه. يبقى الهرم الاولمبي ابسط حاجه فيه ايه؟ النادي او مركز الشباب اللي بيدي الصوت للاتحاد، وبعد الاتحادات ما تتكون تدي الصوت. فالنادي ده وحده من وحدات الهرم الاولمبي. وفي انديه كبيره، انا يعني عندي نادي زي نادي الشمس ونادي الصيد ونادي الاهلي ونادي الزمالك، اعضاء في 22 اتحاد رياضي و21، يعني بيروح يدي صوت في 21 رياضي. فده النادي ده هو تابع الميثاق الاولمبي. السؤال الثاني برضو اللي قال ما خدتوش اعضاء رؤساء انديه عملتوها؟ هل تعرفي في كام رئيس نادي اعضاء برلمان؟ كتير، فوق ال 25 رئيس نادي. هل ما خدتوش حد راي حد من النادي الاهلي؟ نائب رئيس النادي الاهلي عضو برلمان، نائب رئيس النادي الاهلي المنتخب عضو برلمان دكتور احمد سعيد، الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي عضو برلمان، كابتن طاهر ابو زيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي ووزير الرياضه عضو برلمان. هل مطلوب مني اخد الاعضاء مجلس الاداره بتاعت النادي الاهلي الحاليين او اي نادي اخر؟ انا بسال. ولا انا عندي كل رؤساء الانديه؟ رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان ايه؟ استاذ فرج عامر، رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزرقاء، صحيح كل دول موجودين، انا رئيس نادي الاولمبي، كل دول اعضاء في البرلمان بيناقشوا القانون. فاحنا لم نتجنى على حد ولم نتجاهل حد، وبنحترم كل الناس، وبذلنا مجهود كبير. حتى لو اختلفنا في انت حطيت ده ولا ما حطيتش ده، كان لازم يكون عندنا روح كلنا رياضيه، نقول يا جماعه دي مرحله استنيناها كتير، يلا نعدي ونجيب مجالس ادارات جديده مستقره، ويبقى عندنا في ال4 سنين الجايين بقى نعدل اللائحه دي، نجيب دي، نعمل دي، لو احنا مش قادرين نعدل دلوقتي. انما الاتهامات وان احنا كذا وان احنا كذا، احنا بعيد عن هذا الامر، بنحترم كل الانديه، متقبلين اللي هيحصل في ال4 شهور القادمه او ال3 شهور ونص القادمه. احنا لسه مع الانتخابات وصعوبه الانتخابات، الناس هتطلع اكتر وهتهاجم اكتر، وهيبقى الهجوم اكثر استعاره من دلوقتي، وهتبقى الناس تحت ضغط العصبي بتاع الانتخابات، فهتطلع كتير. لكن احنا عارفين الكلام ده. لكن كان عندنا حاجه مهمه جدا، لا هنواجه ولازم يحصل الانتخابات، ومش هنسيب الكلام ده للي بعدينا. هنقف وهنواجه وهنعمل القانون وهنعمل اللوائح وهنخش الانتخابات، وان شاء الله الناس هتساعدنا. يا جماعه ده عمل تطوعي، دي مش حاجه، ده عمل تطوعي علشان نفسنا ان شاء الله باذن الله نخلص كل المشاكل ديت، ونبتدي بعد كده بقى 4 سنين في مجالس اداره في الانديه، الاتحادات، اللجنه الاولمبيه منتخبه وقاعده 4 سنين، وفي قانون رياضه جديد موجود. فنتمنى ان المنظومه دي توصل للناس، وما نقعدش بس نختلف
هو الصبح ولا بعد الظهر، هو الساعه 2 ولا الساعه 3، هو الساعه الدنيا حر في اغسطس ولا سبتمبر. يعني كل ده كلام مقبول ومنطقي. لكن انا بامانه انا عضو مجلس اداره في نادي الصيد 14 سنه، ونادي الصيد من الانديه العريقه في مصر جدا. وعندها فروع. لا طبعا. وكان استاذي ورئيس النادي المهندس حسين صبور، واحد من انجح رؤساء الانديه المصريه جدا طبعا. وكان بيديني مهمه الاشراف على شؤون العضويه والحاجات دي في المجلس، وكان كل المشاكل العضويات والحاجات ديت معايا، وشفت على مدار 14 سنه ايه المشاكل اللي ممكن تقابل الناس، وحطينا كل هذه الخبرات. نختلف، ممكن نختلف، شايف الحته دي ممكن نشوف الحته دي، بس مش هي دي اللي تهد الموضوع. لان انا ممكن احط حاجه تانية اخلي مجلس اداره 9، حد يجي يقول لي ليه ما عملتوش 12؟ ده احنا كنا 13، قللتوا لنا ليه؟ واحد تاني يفكر معايا يقول لي دي مش دي الديمقراطيه. الديمقراطيه ادي فرصه لناس كتير تشارك في صناعه القرار، مش تقلل العدد اللي موجود، وسع القاعده، لان كل ما توسع القاعده بتعد كوادر. ممكن واحد يقول لي انا اقدر ادير النادي ب4، اقدر ادير النادي ب5. السؤال الثاني المهم، هي ليه الدول لما بتيجي تفكر بتفكر في ان مجالس الادارات ممكن تقعد سنين كتيره والانتخابات الفرديه تقعد دورتين؟ دي الناس مش واخده بالها منها. الاقي واحد يبعت لي يقول لي ايه، رئاسه الجمهوريه في العالم كله دورتين، انت ليه مش عامل في القانون او في اللائحه 8 سنين؟ انا من انصار ال8 سنين، لكن لما تشوفي في العالم كله تلاقي ايه؟ لو بنتخب مجلس، هل مجلس النواب في دورتين؟ لا. ليه؟ لان مفيش نائب في البرلمان يقدر ياخد قرار لوحده. قرار البرلمان لازم يبقى فيه جماعي 30 الاصوات. ففي الحاله دي يسيبه طالما الشعب عايزه ياخده. انما من يكون له حق ان ياخذ قرارا منفردا هو ده اللي بيحاول ما يخلوش الا اكتر دورتين. ولذلك مجالس الادارات في الحتت كتير جدا بتتفتح، لانه مجلس اداره اللي بياخد القرار، فبيتغير، فما فيش صناعه ديكتاتوريه. لكن ده انا بكلم حضرتك فلسفه الامور. تمام. انما لما بيكون شخص له الحق يدي قرار وطبقا للدستور قراره نافذ، يعمل كذا يعمل كذا دستوريا، يديله فترتين. الفتره الاولى يحاول فيها ان هو يرضي الشعب كله في الفتره الاولى عشان ينتخب مره اخرى، واذا انتخب مره اخرى في ال4 سنوات التاليه سياخذ القرارات اللي تفيد البلد. بس الحقيقه الرئيس بتاعنا ما عملش كده. الرئيس صدقيني، وانا مش لا اجامل السيد الرئيس، السيد الرئيس خد القرارات اللي مش ممكن حد ياخدها في القرارات في الفتره الاولى في العالم كله، ياخدها في الفتره الثانيه. لكن السيد الرئيس كان زي بيقول للناس عايزيني كده، انا اهو انا بعمل كده، والانتخابات فاضلها 6 اشهر. ولذلك انا متاسف ان قلت الكلام ده، بس انا احساسي كده ان الرئيس ياخذ هذه القرارات الصعبه في ال6 اشهر الاخيره من فتره الولايه الاولى، ده في علم السياسه مش موجود في اي حته في الدنيا. لكن انا حبيت بس اقول لك ليه الفلسفه بتاعت الحته دي. اخر حاجه، مركز التحكيم. قبل